افتتاح مستشفى العجوزة بيمثل بالنسبة لي معاني كبيرة جدا. المعنى الأول إن ده بيمثل إضافة كبيرة للي مصر بتعمله دايما للمصريين. افتتاح مستشفى العجوزة بيعني بالنسبة لي إذا كان هناك مشروعات متعثرة أو مشروعات طال انتظارنا ليها سنوات طويلة، ممكن بالعزم والإرادة والتصميم والرؤية نقدر ننجز المشروعات اللي وقفت سنوات طويلة في خلال فترة وجيزة. مستشفى العجوزة مش بتمثل مستشفى عادية، بتمثل تاريخ، وبتعني للمصريين كتير، وبتعني ان المصريين في القرن الماضي علموا العالم كله يعني ايه اصلاح اجتماعي، يعني ايه نظرة مجتمعية، يعني ايه مشاركة، يعني ايه تكافل. مستشفى العجوزة بالتاريخ اللي حضراتكم هيتعرض قدامكم تقدروا تعرفوا المصريين كانوا ايه زمان. المصري أول إنسان كلفه الله بنشر المحبة والسلام وعمران الأرض. مهمته الأولى تحدي الصعاب وبناء المجد. يصف البنيان بجوار البنيان ليكون ملحمة وأسطورة يحكيها الأجداد للأحفاد على مر التاريخ. ملحمتنا هي مستشفى الجمعية الخيرية الإسلامية بالعجوزة. سنة 1892 قدم المحامي سعد زغلول أوراق الجمعية الخيرية الإسلامية بعضوية طلعت حرب أفندي أول سكرتير عام للجمعية، وانضم لها كوكبة من نجوم المجتمع المصري: عبد الخالق باشا ثروت، والبارون ينبان، وجبران تقلة، وهدى شعراوي، وقوت القلوب الدمرداشية، وقاسم أمين، ودكتور منصور باشا فهمي، ودكتور علي باشا إبراهيم، والمهندس عثمان محرم. في 25 أبريل 1927 وافق جلالة الملك فؤاد الأول ملك مصر والسودان على تخصيص قطعة أرض بمنطقة العجوزة تبلغ مساحتها 16 فدان و17 قيراط للجمعية الخيرية الإسلامية. وافق مجلس إدارة الجمعية في 20 مايو سنة 1927 على إقامة مشروع ضخم متكامل لمستشفى عبارة عن 3 بلوكات منفصلة قامت حفيظة هانم رستم التي تبرعت بكل أموالها وأملاكها من أجل عمل الخير بتحمل كافة التكاليف المطلوبة. وتم افتتاح المستشفى بعد استكمال الإنشاءات عام 1937. وظلت الجمعية الخيرية الإسلامية تدير المستشفى حتى صدور القرار الجمهوري رقم 1212 لسنة 1964 في شأن إنشاء المؤسسة العلاجية بالقاهرة وضم مستشفى العجوزة إليها. وفي عام 2000 صدر القرار الجمهوري رقم 337 في شأن نقل تبعية مستشفى العجوزة من ديوان عام المؤسسة العلاجية إلى ديوان عام وزارة الصحة أمانة المراكز الطبية المتخصصة. وقد وصلت السعة السريرية للمستشفى حتى عام 2000 إلى ما يقرب من 350 سرير. وقد كان من المزمع زيادة هذه السعة السريرية إلى 500 سرير بعد الانتهاء من أعمال التطوير القائمة بالمستشفى من عام 2000 إلى الآن، والتي تكلفت 170 مليون جنيه. 100 مليون للإنشاء والتطوير و70 مليون للتجهيزات، والتي تم فيها تطوير مباني 6 و7، وتم هدم مبنى 8 وإعادة بنائه ليشمل التطوير الحادث ما يلي: قسم 6 ويحوي جميع أفرع الأشعات والموجات الصوتية والدوبلر والمناظير.
القسم 7، ويحوي عدد 6 أقسام للإقامة الداخلية عدد 120 سرير في جميع الدرجات، بدءاً من الأجنحة المتميزة إلى غرف الدرجة الثانية العادية ذات ال4 أسرة. مبنى 8، ويوجد بالمبنى العديد من الخدمات العلاجية: وحدة الطوارئ واستقبال الحوادث، غرفة إنعاش قلبي رئوي، أشعة ثابتة ومتنقلة، غرفة عمليات كاملة التجهيز، العيادات الخارجية عدد 35 عيادة خارجية تشمل جميع تخصصات وفروع الطب المختلفة، بالإضافة للفحوصات الدقيقة التي تجرى على مستوى العيادات الخارجية، جميع الإجراءات الرمدية بما فيها خدمات الليزر، رسم العضلات والعمليات، عدد 7 غرف مجهزة على أعلى مستوى، بالإضافة لغرفة القسطرة القلبية والتداخلية الموجودة بجناح العمليات. عدد غرفتي عمليات لجراحات القلب والصدر والقلب المفتوح، إلى جانب وجود معمل تحاليل للكيمياء والباثولوجي عالي التجهيز. العنايات المركزة والمتخصصة بإجمالي 38 سرير، 29 سرير للتخصصات المختلفة، زائد 9 أسرة لرعاية جراحات القلب والصدر. في هذه المستشفى الحديثة والقديمة، فهذا المكان هو المبنى الحديث الذي أنشئ كقسم طوارئ، عمليات، جراحات القلب، عناية مركزة، معامل على أعلى مستوى. ولأول مرة تم إنشاء قسم جراحة القلب لنظرة عميقة من وزارة الصحة. نجد فأن في جميع مستشفيات جراحات القلب قائمة انتظار طويلة، وبناء عليه كان اتجاه الوزارة لإنشاء هذه الوحدة في المستشفى، والتي بدأت تعمل وهي مجهزة على أعلى مستوى بأفضل الأجهزة الطبية والمعدات الطبية، وبها طاقم من أفضل أطباء جراحات القلب في جمهورية مصر العربية. تسعى المستشفى جاهدة للحصول على الاعتماد من هيئة الاعتماد المصرية خلال عام 2015-2016 لضمان خدمات طبية متميزة للمرضى والارتقاء بمستوى جميع العاملين. تهدف مستشفى الجمعية الخيرية الإسلامية بالعجوزة إلى تقديم خدمات صحية متكاملة مطابقة لمعايير الجودة الشاملة لأكبر قطاع من المرضى على مستوى جمهورية مصر العربية في جميع التخصصات الطبية. أنا بقول الدولة عملت، بننتظر نشوف المصريين هيعملوا مع بعض إيه. هي دي مستشفى العجوزة.